احلى مسا على كل الاهلاويه. النهارده اخبار النادي الاهلي. طبعا بكره هيكون في مباراه، النادي الاهلي مع نادي الداخليه في الدوري المصري. ان شاء الله الاهلي يقدر يفوز بيها ويحقق الثلاث نقط في سباق المنافسات على بطوله الدوري المصري ان شاء الله، والاهلي يحصل عليها في الاخر. في اصابات طبعا النهارده في النادي الاهلي: احمد عبد القادر، محمود متولي، حسين الشحات، عمرو السوليه. ان شاء الله مارسيل كولر يشوف التشكيله المناسبه للمباراه دي ان شاء الله ويحسمها بالفوز. في حاجه تانية بالنسبه لاخبار نادي الزمالك. طبعا كلنا سمعنا اخبار نادي الزمالك على السوشيال ميديا الفتره الاخيره وفي وكالات الانباء والاخبار بعد القبض على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بعد الطعن اللي كان مقدمه على شهر الحبس من سب وقذف الكابتن المحترم الخلوق محمود الخطيب. اترفض طبعا، هو اتحول على السجن. ووزير الرياضة بعديها أعلن أن سليمان وهدان هيكون قائم بأعمال أو رئيس نادي الزمالك مؤقتا لغاية شهر 6 اللي جاي. طبعا كان بعد هزيمة نادي الزمالك من نادي الترجي التونسي في تونس، كان موجود معاهم أعضاء مجلس إدارة مثل جمال عبد الحميد، أحمد مرتضى منصور، خالد لطيف. طبعا اعترضوا على القرار، وكان المفروض في اجتماع مجلس إدارة النهاردة هيتم، هيشوفوا ايه اللي هي الاصلح ليه، مين اللي هيبقى ماسك قائم باعمال نادي الزمالك. طبعا انتوا شفتوا المشاكل اللي حصلت بعد قبضه على مرتضى منصور. الكابتن هشام يكن كان جاي يدخل النادي الزمالك، طبعا بصفته كابتن تاريخي وكابتن في نادي الزمالك ليه ثقله ووزنه. حصلت مشادة مع الامن ان في قرار من مجلس الاداره ان هو ما يخشش النادي حتى بعد القبض على مرتضى منصور. وحصل شويه مناوشات وفي الاخر هو مشي، ما دخلش نادي الزمالك. طبعا انا من وجهه نظري نادي الزمالك كل المساوئ او الاخفاقات اللي شغاله حاليا في نادي الزمالك هو سببها مجلس الاداره، وسببها اداريا مش فنيا، سواء كان لعيبه موجوده او مش موجوده. يعني هو نادي الزمالك دايما بيتعرض طول تاريخه ان هو بيكون في مشاكل اداريه، ومشاكل مع اللعيبه نفسها، ومشاكل في الاجور، ومشاكل في المرتبات والعقود. كلنا شفنا الفترات اللي فاتت تركي آل الشيخ لما عن نادي الزمالك ووزع فلوس، وجاب فرجاني ساسي، وجاب اشرف بن شرقي وحمدي النقاز، وكان في ترضيه لبعض اللعيبه القديمه زي زيزو، زي اوباما، زي مصطفى فتحي، زي مصطفى محمد، طارق حامد. طبعا الزمالك كان في الفترات ديت فنيا عالي، صحيح بينافس على البطولات اللي موجوده، لكن في مشاكل برضو بين اداريا داخل نادي الزمالك. لكن بعد كده الزمالك بعد تركي آل الشيخ لما الفلوس اتقطعت وما بقاش في دعم من نادي الزمالك، الزمالك ما قدرش يحافظ على ولا لعيب من دول، وكل اللعيبه اضطرت ان هي ايه تشوف عقود احتراف خارجيه ومشوا من نادي الزمالك. واخرهم طبعا امام عاشور، لاعب خط وسط قوي جدا وكان مميز في خط وسط نادي الزمالك. بسبب ايه؟ بسبب عدم وجود مساواه بين العقود. دي مشكله نادي الزمالك. طبعا احنا شفنا تسريبات الفترة اللي فاتت، تسريب عقد نبيل دونجا، وتسريب عقد مصطفى شلبي. كل عقد فيهم تقريبا يقارب من ال90 مليون. طب انت ليه مش بتراضي بقية اللعيبة؟ مش ليه العقود كلها مش فئة واحدة؟ ليه ايه يعني؟ ليه العقود حتى لو في فئات زي النادي الاهلي بس بتكون الفئات مقاربة لبعضيها؟ دي مشاكل نادي الزمالك اللي موجودة، ان هي مشاكل ادارية، في تخبط اداري كبير قوي، وبنسمع عن حاجات غريبة بتحصل، صفقات وعمولات وغير ذلك يعني. وان شاء الله نادي الزمالك نادي كبير يقدر يعوض كل الاخفاقات اللي عدت عليه، ويحاول يخرج من الدائرة اللي هو فيها حاليا.
احنا عارفين طبعا نادي الزمالك عندنا في ماتش مع بيراميدز يوم الجمعه الجاي، وبعد كده هيكون ماتش الترجي. الماتشين صعبين جدا على نادي الزمالك، وان شاء الله الزمالك، احنا طبعا بندعم نادي الزمالك كفريق كوره قطب تاني بالنسبه للكره المصريه، لان احنا شايفين الكره المصريه كلها عامه فيها فساد، من اول اتحاد الكوره السابق اللي هو كان برئاسه عمرو الجنايني، والاتحاد الحالي اللي هو جمال علام، وطبعا وزير الرياضه اشرف صبحي. شفنا طبعا فساد للكره المصريه كبير جدا، واخفاقات عظيمه، زي طبعا احنا على مستوى المنتخبات، منتخب مصر كان بينظم بطوله الامم الافريقيه في ارضه وخرج من الدور الاول. شفنا طبعا منتخب الشباب في البطوله الاخيره ما جابش ولا جون، خسر ماتشين، واخر ماتش من السنغال 4-0 على ارضه وخرج من الدور الاول. طبعا دي كلها حاجات غريبه بتحصل للكره المصريه. واشرف صبحي للاسف وزير رياضه بقاله ما يقرب من 7 سنين، ومع ذلك ما عملش اي حاجه للكره المصريه ومش هيعمل، لان في ايه فساد وفي عمولات وفي حاجات غريبه بتحصل في الكره المصريه. فان شاء الله كل الدعم للكره المصريه ان هي تتطور، والنادي الزمالك ان هو يقف على رجليه تاني، والنادي الاهلي طبعا ينافس على البطولات، احنا بنشجع النادي الاهلي طبعا. وان شاء الله الفترات دي تعدي على خير، والكره المصريه تتطور وتكون احسن الفترات اللي جايه. شكرا ليكم.